السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا أصدقاء؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله التمرين رقم 64 في برنامج الإعداد العام الخاص بالناشئين. زي ما قلت لك قبل كده، البرنامج ده تقدر تطبقه على الفئة من أول 11 سنة إلى 15 سنة. بس في حاجات مهمة أوي لازم تاخد بالك منها قبل ما تطبق البرنامج ده. أول حاجة لازم السباحين اللي معاك تكون عامل لهم كشف طبي ومطمن على حالتهم الصحية، ومتأكد إن السباحين دول هيقدروا يتحملوا الحمل البدني اللي موجود في البرنامج ده. النقطة التانية والمهمة جدا، ضروري قوي تاخد بالك ان السباحين اللي معاك يكونوا عارفين جميع مهارات الاربع عومات، متعلمينهم كويس وعندهم حصيلة دريلات كتيرة، وتزود عليها كمان الاستريمات والبريكات والترنات. ده مهم جدا ان السباحين اللي معاك يكونوا عارفين الكلام ده قبل ما تبدأ تطبق عليهم الموحدات الخاصة بالبرنامج الإعداد العام اللي احنا بنشتغل بيه، لأن ده هيساعدك كتير في إن أنت تطور مستواهم وفي نفس الوقت مش هيعطلك. النقطة الأخيرة مهمة أوي، قبل ما السباح ينزل المية ضروري 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 يعمل إحماء دراي لاند استريتشنج. ده هيساعده في إن هو برضو يستفيد بالتمرينة أو الوحدة التدريبية قدر المستطاع. كمل معايا الفيديو الآخر يا بطل علشان تعرف كل تفاصيل المجاميع اللي موجودة جوه الوحدة التدريبية. هشرحها لك وأقول لك طبق التمرينة إزاي، أقول لك تعمل كنترول إزاي على السباحين اللي معاك، وإزاي تقدر توصل لمستويات متطورة. يلا بينا نبدأ بسم الله. التمرين رقم 64 في برنامج الإعداد العام. البرنامج ده عبارة عن 100 تمرينة. عايز أقول لك إن احنا شرحنا الحمد لله من تمرينة واحد لغاية تمرينة 64 ومكملين بإذن الله. ولكن عايز أقول لك إن أنا حطيتهم لك كل الفيديوهات وكل الشرح موجود في بلاي ليست خاص ببرنامج الإعداد العام. زائد برضه لو أنت عايز تضيف لنفسك حاجة كويسة، هعمل لك برنامج اسمه برنامج الأمريكي لتعليم السباحة. منهج محترم جدا ومحترف، بيتكلم من اول ليفل 1 لغايه ليفل 10 ازاي تبدا مع السباحين من المهارات الاساسيه الاوليه لغايه لما مستواهم يتطور وتوصل معاهم لحاجه كويسه. تمرين النهارده رقم 64. عايز اقول لك ان الوحدات التدريبيه دي بتكون فيها مجاميع اساسيه، والمجاميع الاساسيه بداخلها مجاميع فرعيه. عندنا الورم اب والبريمين من سيت والريكفري، والتوتال عندنا 2000. خد بالك ان الورم اب عباره عن 300 متر. الفكره بتاعته ان احنا بندخل السباح في جو التمرينه. السباح بيعوم 12 مرة رايح جاي حرة، بيعوم تكنيك عالي، بيعوم ايده عالية، راسه نايمة على المية، ايقاع الرجلين مع الدراعات مظبوط. السباح لازم يركز في ان كل تلاتة يبقى نفس، لازم يبقى وضع الجسم ووضع الراس مفهوش غلطة، الترنات بتاعته تتعمل، الستريم لاين، البريك اوت. ثبت السباح على اساسيات العومة من استريمات وبريكات ودخول وخروج من المية مظبوط. ده هيساعدك وهيريحك كتير لما تيجي تشتغل مع السبرنتات، هيبقى عارف هو بيعمل ايه. بريمين عندنا عبارة عن 4 في 50 بريست. السباح في البريست طبعا لازم يعمل ستيم لاين بريست اللي هو شدة ونص، بريك اوت بريست. مش مطلوب منه يجري، بس عايزين نفهم حاجة في البريست، ان احنا لو هنعمل سبرنتات بريست ففي ضربة من الجذع وبتكمل بالوسط بس بتقف، ونقفل برجلين بريست. التايمنج في البريست مهم جدا. هيد بوزيشن مهم جدا. بادي بوزيشن اهم حاجة في البريست. الجلايد، الحاجات دي كلها احنا بنحاول نظبطها في البريمي. بنخش على المين سيت عبارة عن 1400 متر. ال 1400 متر مقسومين إلى 3 مجاميع. أول مجموعة 10 في 100 فري، واحدة فاست وواحدة ايزي. واحدة فاست وواحدة ايزي اللي هو احنا ممكن نشتغل يعني 100 كاملة فاست 100 كاملة ايزي، أو ممكن نقسمها على 50 50 فاست و50 ايزي. وأنا رأيي ده أحسن، لأن برضو الإيزي مع الراحة ما بتشدش قوي على السباح، تخليه يعوم وهو مرتاح، فده هيساعده إن هو يبقى فاهم هو بيعمل إيه. عندنا 110 في 100 فري، واحدة فاست واحدة ايزي. حاول تظبطها مع السباحين، بس لازم يعوم التوتال بتاعه كيلو اللي هو 10 في 100. بعد كده هنخش على التمانية في 25 فري فاست كيك ويز بورد. يمسك البورد تلاقي المجموعة دي هتفضل ماسكة من أول البرنامج لآخر البرنامج، ضربات الرجلين على البورد. ممكن تبقى 8 في 25 فاست اند سترونج، ممكن تبقى 8 في 50 نفس الكلام. بنمسك البورد ايدينا مفرودة، راسنا بره المية، بنعمل ضربات رجلين قوية وبنتنفس واحنا بنعوم. بنحافظ على إيقاع الرجلين، وبنسمع السباح تايم في أول 25 علشان يكمل معانا في باقي ال25 الأخيرة يعني. آخر مجموعة عندنا عبارة عن 4 في 50 باك. الريست بتاعنا 45 ثانية. النهاردة اشتغلنا بريست واشتغلنا على الحرة واشتغلنا على الباك.
4 في 50 على الحرة، سوري على الباك. السباح برضو الستريم لاين البريك اوت مطلوب، الستارت في الاول خالص مطلوب، بريك اوت مطلوب، ستريم لاين مطلوب، البريك اوت ده مهم جدا، بادي بوزيشن، هيد بوزيشن، السايد كيك، الروتيشن بتاع الجسم، البادي رول، المسكة المية، الشدة القوية، الحاجات دي كلها لازم نخلي السباح فاهمها واحنا كمان فاهمينها. أكد على السباح عندك 45 ثانية تقول معلومة بسيطة في كل 50، عندك 4 في 50، فممكن تقول 4 معلومات دقيقين جدا يخلوا السباحين اللي معاك مستواهم يتطور وفي نفس الوقت التمرينة ما تروحش منك. الريست عندنا عبارة عن 100 متر ايزي تشويز، أنا بفضل باك بريست، بس بدل احنا قايمين باك فما عندناش مشكلة إن احنا نعوم أي عومة تانية السباح يكون مرتاح فيها، يتنفس فيها كويس وما يجريش. التوتال عندنا عبارة عن 200 متر. مهم قوي إن التمرينة دي تركز فيها، السباح ممكن ياخدها مرة واتنين بحد أقصى 3. مهم قوي برضو إن التمرينة ممكن تعيدها لو الحضور معاك مش أفضل حاجة، لو حسيت التمرينة راحت منك، الوقت جرى منك في حاجة مثلا ما كانتش متظبطة في التمرينة، عيدها مرة واتنين بحد أقصى 3. علشان تعرف مستوى السباحين بيتطور ولا لأ لازم تمسك لهم تايم، ولازم تعرفهم القياسات بتاعتهم ويكونوا هم كمان حافظينها في الخمسينات والميات والميتينات. الحاجات دي كلها هتساعد السباح إن مستواه إن شاء الله يتطور. طيب اكتب لي في الكومنتات وقول لي الفئة اللي انت بتمرنها فئة كام سنة، مستواهم وصلت معاهم لإيه، القياسات بتاعتهم قولها لي، وأنا القياسات الريكورد من أول سن 10 سنين للعمومي كلها موجودة معايا، فقول لي السباحين اللي معاك مستواهم عمل ايه، ارقامهم قريبة ولا بعيدة، وانا لو ما تعرفش ابعت لي وانا هقول لك. السباحين اللي معاك ارقام البنات خد بالك بتختلف عن ارقام الصبيان من 5 ل10 ثواني، في ارقام قريبة في ارقام بعيدة. اكتب لي في الكومنتات وقول لي وانا ان شاء الله هقول لك تتواصل معايا ازاي وتعمل ايه بالظبط. خد بالك برضو من نقطة مهمة جدا ان السباحين اللي معاك اعمارهم على حسب عمرهم، يعني ما ينفعش مثلا 11 سنة يكون لسه ناشئ هتساويه بسباح عنده 15 سنة وتطلب من ال 11 سنة ان هو يعوم 200 دولفين، ده صعب جدا، هي اصلا مش يعني هي مش مقررة عليه. خد بالك الحاجات دي ليها اساسيات، تابعني واعرف الاساسيات ان شاء الله، وانا هتابع معاكم وبتمنى لكم التوفيق، واشوفكم في الحلقة الجاية رقم 65، والسلام عليكم ورحمة الله. لو وصلت معايا لحد هنا متنساش تعمل اشتراك في القناة، وسيب لي كومنت وقول لي السباحين اللي معاك ارقامهم عاملة ازاي في 50 وفي 100 وفي 200 وفي 400. بس في معلومة بحب اقولها كل مرة وخد بالك منها، اوعى تقيس على تكنيك غلط، خلي عندك امانة في الشغل بتاعك وقيس على تكنيك صح. حسيت ان السباح اللي معاك التكنيك بتاعه فيه مشكلة، ابدأ اشتغل تاني على التمرينات الخاصة بالعومة، اشتغل على دريلات كتيرة، اشتغل على رجلين كتير، وان شاء الله مستوى السباح اللي معاك هيتطور، وتبدأ تقيس له هتلاقي ارقامه بتنزل. شكرا ليكم واتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.